ممكن من اول 5.5 نقول هو ده بدايه السينيور. انا عارفه انه كده كده بيبقى فيه شيرز غير بنتكلم في اراوند يعني اه. بنتكلم حوالي 70 مثلا الف في السنه هو طبعا لو التالت. حد بيسمع الارقام دي وبيعملها equivalent يحسبها بالمصري للمصري هيشوفها ارقام كبيره جدا جدا جدا. ما تتحسبش كده. انا عارفه. دي الحلقه الثالثه من حلقات وورلد وايد توكس. ده سلسله من سلسلات اللي بتقدمها لانش بريك. الهدف منه انه يعرف الناس اللي بتشتغل في وظائف جوه مصر ايه الفرص المتاحه ليهم بره مصر، وازاي ممكن يبداوا، ازاي يستعدوا لفرص معينه في بلاد مختلفه. النهارده احنا هنتكلم عن الباك اند ديفلوبمنت مع احمد خيري. ازيك يا خيري؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله بخير والله. انت عامله ايه؟ انا كله عظيم. مبدئيا انا عارفه ان انت حاليا موجود في فنلندا. يمكن اللي بيسمعنا او بيتفرج علينا مش عارف. حابه اعرف منك انت وصلت ازاي لفنلندا وايه اللي بتعمله حاليا في فنلندا. انا حاليا في اجازه في مصر، بس انا عايش في فنلندا بقالي حوالي 6 سنين دلوقتي، والتايتل بتاعي دلوقتي سينيور سوفت وير ديفلوبر في شركه اسمها اريكسون، وشغال سوفت وير ديفلوبر. بنديفلوب سوفت وير جوه تيم من التيمات. اريكسون شركه كبيره جدا بتقدم برودكتس في كل حاجه ليها علاقه بالتليكوم، كدي شركات الموبايل يعني. بس وانا شغال في تيم بيعمل برودكت ريليتد بالسكيورتي، وبشتغل موستلي از يعني موست شغلي كباك اند ديفلوبر، بس برضه في جزء من الشغل فرونت اند ديفلوبر، بس مش الحاجه البريفربل بالنسبه لي يعني. اكتر شغلي كله كباك اند انت ازاي بقيت سو سوفت فار. وير ديفلوبر في فنلندا؟ ازاي اصلا يعني اشتغلت هناك؟ السؤال ده ممكن نبدا فيه بالرحله من الاول. انا اصلا اتخرجت من كليه هندسه جامعه اسكندريه، قسم اتصالات والكترونيات. فانا المين اكسبيرينس بتاعتي كلها في مجال الاتصالات. فحتى لما اتخرجت من الكليه اشتغلت سنتين في مصر ك كمهندس، بعمل ديزاينز لشبكات الاتصالات. يعني شبكات الاتصالات بس اللي هي داخل جوه المباني، حاجه اسمها اندور سوليوشنز او ان بيلدينج سوليوشنز. وفضلت فتره كبيره بشتغل في الموضوع ده حوالي سنه ونص سنتين، وبعد كده قررت ان انا اسافر اعمل ماجستير في فنلندا. ومن هنا بدات الرحله. انا يعني في خلال فتره الجامعه بتاعتي كان عندي صديق بيشتغل ديفلوبر، كان بيعمل شغل فريلانسنج، فالموضوع كان انترستنج بالنسبه لي. فحتى في خلال فتره هندسه اسكندريه كنت طول الوقت وانا قاعد مع نفسي بقعد اذاكر اونلاين. مثلا ذاكرت كورسات بي اتش بي والبيسكس بتاعت ازاي تبني ويب سايت اتش تي ام ال وسي اس اس والحاجات اللي هي الاساسيات كلها. في خلال فتره الجامعه كنت ذاكرت دوت وبس. ما كنتش يعني ما اشتغلتش بيه او ما عملتش بيه حاجه مفيده، بس فضلت ان ذا باك اوف ماي هيد ان انا عايز اشتغل في الديفلوبمنت يعني. واتخرجت واشتغلت في الكوميونيكيشن شويه، وبعد كده قلت طب انا عايز اعمل ماجستير وعايز ابدا بقى اشفت الكارير عن طريق ان انا ابدا الماجستير كسوفت وير ديفلوبر. بس فقدمت في فنلندا، قدمت في جامعات كتير في فنلندا على اساس ان انا حابب ان انا يعني ادرس كورسات ريليتد للسوفت وير ديفلوبمنت. فاتقبلت في جامعه اسمها التو. الجامعه ديت تعتبر يعني تاني احسن جامعه في فنلندا. هي احسن جامعه هي هلسنكي، ودي اكتر في ريسيرش، بس التو هي اكتر جامعه براكتيكال يعني. فاتقابلت في جامعة ألتو في بروجرام كمبيوتر كوميونيكيشن اند انفورميشن ساينسز، وده كان بالنسبة لي اوبتيمم لأني قدرت فيه إن أنا أدرس كسوفت وير وسكيورتي وكمبيوتر سيستمز لينكس وما له. فخدت كل البيزكس بتاعت السوفت وير اللي كانت ناقصاني، او مش اللي ناقصاني بس اللي هي ما كانتش اوفيشالي معايا ديجري ليها. خدت الديجري عن طريق دوت ودرست ان توب اوف ذات ازاي تبني مواقع، فور اكزامبل مواقع يعني تبني ويب سايتس بصفه عامه. فده كانت الطريق اللي انا قدرت اشفت بيه الكارير بتاعي ناحيه السوفت وير. وانت لسه في مصر كنت بتشتغل في مجال الكوميونيكيشن والاتصالات، ولكن ما كنتش بتشتغل سوفت وير. اتعلمت البيسكس، ده اللي انا فهمته من كلامك، وما بالظبط. اشتغلتش بيها في مصر خالص. بالظبط، وده فاتني ان انا وانا بقدم على الماسترز برضو ان انا كنت واخد كورسز على كورسيرا وكورسز كتيره اونلاين، ان انا استخدمت دول وانا بقدم الابلكيشن بتاعتي. لان ان انت تقدم على ماسترز ريليتد بالسوفت وير وانت خريج في الكوميونيكيشن مش شيء يوجوال قوي بالنسبه لهم، فكانوا عايزين يشوفوا ايفيدنس ان انت عندك تكنيكال سكيلز اوريدي. فانا قدمت مثلا السيرتيفيكتس اللي انا كنت درستها وانا في مصر للكورسز بتاعت السوفت وير، قدمتها في الماسترز بتاعتي.
فانا بدات في مصر كوميونيكيشن، بس ذاكرت السوفت وير يعني مع نفسي ات هوم. وبعد كده خدت الديجري اللي ادتني كايند اوف credibility في الشغل. وفي ثاني سنة ليا في الماسترز كده كده يعني ممكن نتكلم عن الموضوع دوت بعد كده، بس أو يعني في خلال اللايف. بس دلوقتي لا، في فنلندا لو أنت بتقدم على الماستر أو أنت عايش يعني بتدرس هناك، فأنت حابب إن أنت تشتغل في الصيف. ففي تاني سنة كنت حابب إن أنا أشتغل في الصيف، فكنت مقدم على internship في شركة في شركه اسمها اليزا، هي برضو تعتبر شركه اتصالات كبيره هناك، بس كسوفت وير ديفلوبر. هو في تيمز سوفت وير ديفلوبمنت جوه الشركه، او يعني دلوقتي اغلب الشركات كلها جواها تيم سوفت وير ديفلوبمنت، حتى لو هي ريليتد للكوميونيكيشن يعني. طيب أنا علشان ما ناخدش الناس في أكتر من معلومة ومحدش يتوه مننا، أنت مهم. في مصر ما اشتغلتش سوفت وير. لما سافرت اتعلمت سوفت وير من الأول خالص من خلال الجامعة اللي أنت خدت فيها الماجستير. وهنا أنا بالظبط. عندي سؤال بس قبل ما أرجع أسألك باقي الأسئلة، يعني أنت دلوقتي كان أساسي بالنسبة لك إن أنت تتعلم، يعني تعدي على الماستر علشان تشتغل في السوفت وير، كسوفت او وير. يعني قصدي لو حد عامل شيفت للكارير، عامل ماستر في مجال تاني، هل في اوبشن انه يروح يشتغل في فنلندا وهو مش اخد ماسترز. الماسترز جوه المجال بتاع السوفت وير؟ هل ضروري يبقى معاك شهادة ليها علاقة بالسوفت وير عشان تشتغل في السوفت وير وانت مسافر؟ والله انا ما اقدرش اقول ان هي ضروري، هو اكيد في ناس كتيره تقدر ان هي تشتغل في المجال من غير ما تكون معاها شهادات، بس مم. بحكم او اللي انا شفته ان سوق العمل هناك كفكره هو قايم على هي برضو شهادات بصفة عامة، لأن كل الناس هناك عندها ماسترز ديجري، فهو قايم على ان الماستر ديجري دي هي المينيمم. فانت لو جاي هناك فانت لازم يكون معاك ماستر ديجري عشان خاطر نبدا نتكلم، يعني ان هو اي حد بيتعلم بياخد بكالوريوس وما بيتخرجش حتى، يعني ممكن في اوبشن انت تتخرج بس اوتوماتيكلي بيجيت ادميتد ان هو يكمل في الماسترز على طول. احنا هنرجع تاني الحتة دي علشان انا عندي م- اسئلة كتير جدا ليها، وعلشان محدش يتوه مننا. في البداية لو في حد النهاردة بيشتغل مش بيشتغل ديفلوبر، مش بيشتغل مبرمج خالص، م. ومهتم بالبرمجة، ايه ممكن يكون التعريف المبسط اللي هو محتاج يعرفه عن البرمجة علشان من عند النقطة دي يبتدي يدور؟ هي ابسط حاجه انت محتاج تتعلم بروجرامينج، يعني تبدا بروجرامينج لانجوج معينه مثلا، تبدا تفهمها وتتعلم ازاي تستخدمها. ابسط حاجه حاليا الناس كلها بتستخدمها، حتى بنستخدمها عندنا في الشغل، هي بايثون. فانت هتبدا من بايثون تتعلم كونسبتس البروجرامينج الاساسيه كلها، ازاي تطبقها. بدات تتعلم بايثون، انت عايز تشتغل في ايه في البروجرامينج؟ عايز تشتغل مثلا كباك اند ديفلوبر، او يعني كويب، تبيلد ويب سايتس. الجزء بتاع الباك اند هتخش انت تتعلم حاجه اسمها فريم ورك لان انت تبني بيه الويب سايتس. فبايثون ليه فريم وركس خاصه بيه كتيره، جانجو، فلاسك، وحاجات كتيره تانية ممكن تنقي منها، بتاخد حاجه منهم تتعلمها. وفي رايي الشخصي انك بالحاجتين دول ممكن تبدا تلعب مع نفسك، انت تبني اون بروجكتس، تفتح مثلا ويب سايت شايفه او حاجه شايفها حابب ان انت تقلدها او تعمل حاجه شبهها، وتبدا تكريت بروجكت بتاعك، وتبدا تكريت بقى الجيت هاب بتاعك تملاه ببروجكتس انت اللي بانيها بنفسك، وانت بتبراكتس فيها بقى، تبدا تشوف والله ايه المطلوب. طب انت بعد ما عملت مثلا باك اند لسيرفيس معينه، طب ازاي اعمل لها ديبلويمنت؟ تبدا تتعلم والله الديبلويمنتس هتحصل ازاي، طب هل هستخدم مثلا كلاود ولا لا. انا مش عايزة ادخل في المصطلحات اللي ممكن الناس ما تبقاش عارفاها. لو حد بيشتغل مهم. النهاردة مبرمج، هو هيبقى عارف ان الديبلويمنت ده معناه انه اتأكد ان كل الحاجات اللي هو بيعملها دي العميل بتاعه شايفها، او بقت خلاص على السيرفر، او بقت نوع اعمل لها اه سيت اب بصفه عامه. بالظبط. او خلص لها السيت اب او ايا كان. في ناس كتير ممكن ما تبقاش عارفه المصطلحات دي، احنا مش هنتطرق مم. دلوقتي للمصطلحات. اللي انا قصدي بكلامي، ايه هو ممكن يكون التعريف المبسط المبرمج بيعمل ايه، بعيدا عن اللغات، بعيدا عن البرمجه، بادئ ذي بدء كده، هو محتاج يبقى عارف ايه علشان يبتدي يدور؟ هو محتاج يتعلم زي ما قلت لك لغه برمجه، ابسط حاجه. هي ما هي ملهاش اجابه اخرى يعني. هي انت محتاج programming language تبقى عارفها كويس، ومحتاج تتعلم شويه كونسبتس كتيره موجوده كتير اونلاين في كورسز كتيره على يوديمي او على غيره او على كورسيرا. فما فيش يعني لو بدات افكر انا بعمل ايه في شغلي، انا بحل مشاكل او انا حلو.
بيجي لي مشكله ما مطلوب يعني مشكله او requirement انا مطلوب ان انا اعملها. فعلشان فهو ابدا احل المشكله او اعملها، فانا محتاج استخدم التولز اللي انا اتعلمتها. ده اللي انا كنت عايزه يعني اسالك عليه. انت مم. وظيفتك كمبرمج مش ضروري اطلاقا تكون ان انت بتعمل الموقع دلوقتي. ممكن تبقى ان انت بتعالج مشاكل حصلت في موقع معين انت شغال عليه، او في تول من التولز اللي قائمه عليها الشركه بتاعتك، صح كده؟ بالظبط، هي الحياه قايمه على ان احنا حياتنا كلها هي عباره عن مشاكل فقط لا غير. يعني انت بتصحى الصبح كده، النهارده ايه المشاكل الجديده؟ يعني جزء كبير من الشغل هو مش ان انت بتكتب كود جديد، هو جزء كبير منه كمان انك بتمنتين او بتحل مشاكل باجز موجوده في الكود القديم. لان الكاستمرز مثلا بيستخدموا السيرفيسز بتاعتك وبيلاقوا مشاكل، بيريبورت المشكله، وانت مطلوب منك تبدا تديباج وتنفستيجيت وتشوف والله المشكله دي فين. فمش حتى مش بتكتب حتى كود اون ديلي بيزز، يعني الموضوع معتمد على الموضوع المشكله. معتمد على حل المشكله اكتر. دي باج بالظبط. دي معناها مصطلح، يعني معناه ان انت تحل المشكله، او بالظبط. تشوف المشكله بدأت منين وتحلها. تمام. طيب، بالظبط. انا هسألك يعني يمكن اكتر حاجة انت جاوبت اوريدي على ايه اللي الانسان محتاج يعمله علشان يشتغل مبرمج. اتكلمت عن لغة البرمجة، اتكلمت عن الحاجات التولز اللي هو محتاج يلجأ لها. هنفترض انه دلوقتي في واحد مهم. هو اصلا بيشتغل مبرمج، بيشتغل ديفلوبر باك اند في مصر، عايز يسافر من مصر يروح اوروبا بشكل عام او فنلندا تحديدا. إزاي ممكن يستعد لده؟ هل مثلًا في شهادة معيّنة محتاج يعدّي عليها، مذاكرة معيّنة، موضوع الماستر اللي كنا بدأنا بيه كلامنا، زي ما بتقول هو أساسي ما يقدرش يشتغل من غيره والّا في احتمالات من غيره، والاحتمالات دي قد إيه؟ take حلو. us through الحتّة دي. هو يعني زي ما انت قلتي، هو هيبقى بالنسبه لي في two paths او طريقين ممكن هيمشي فيهم. الطريق الاول ان هو هيبدا يابلاي لكل حاجه بيشوفها قدامه، اي جوب ريليتد هو شايفها هو انترستد فيها هيابلاي. وبنسبه كبيره يعني ان القبول يجي مش حاجه سهله، اهم، بس هيكيب جوينج اتليست. في ناس قدمت كتير وكان عندها ورك اكسبيرينس من مصر وقدروا ان هم يوصلوا الانترفيوز. بس البروسيس بتبقى صعبه. يعني اعرف صديق ليا، هو يمكن هو يكون الوحيد اللي شغال كسوفت وير ديفلوبر وجاء من مصر، بس هو اهم، كان معاه ماسترز ديجري من الاول، ولكنه كان ابلاي مثلا لكل بوزيشن شافه في فنلندا وغير فنلندا، وفي اهم، الاخر جاله بوزيشن بعد 6 انترفيوهات في شركه في فنلندا، وحاليا نقل هناك. إمم. فالطريق ده هو محتاج صبر، لان هو في الغالب حتى وانت جوه فنلندا ممكن في بوزيشنز بتابلاي عليها وبيحصل لك جوستنج، محدش بيرد عليك اصلا ولا حد بيعبرك. والموضوع بيبقى غريب شويه، لان في بوزيشنز برضو، على يعني هي بوليتكس شركات، في بوزيشنز بتبقى listed بس هي اوريدي to be filled من internally من حد جوه، بس لازم تبقى يعني publicly published، بس مش اساسيه. فدي سكه انك هتحاول وتقدم بيزد على الكواليفيكيشنز بتاعتك، وانك تقنع الشخص اللي هيعمل معاك انترفيو if you get there. لو عرفت انت يعني توصل للانترفيو، انك تقنعه ان انت انسب كانديديت للوظيفه دي، لان انت هتيجي من بره الاتحاد الاوروبي، فهي اتس لوت اوف هاسل ولوت اوف بيبر ورك وكده. السكه الثانيه اللي في رايي هي تعتبر اسهل، هي سكه الماسترز ديجري، او ان انت تدرس في البلد. مجرد ما بتدرس في البلد، مجرد ما وضعك بيكون احسن كتير من حد بره البلد. لان يعني لو بنقارن، انا عشان اخش الشركه اللي انا اشتغلت فيها ما احتاجتش غير وان انترفيو، مقابلة عمل واحدة بس. مقابله عمل واحده، و كودينج تشالنج مش عارف اترجمه بس يعني اختبار برمجه، او يعني مشكله اختبار بتحلها. اختبار في التكنيكاليتيز تكنيكال بتاعتك من يعني، أول مرة. نعتبره اختبار تكنيكال بالظبط وبس. وبعد كده الموضوع كان بسيط وجات اكسبت واتقبلت وخلاص. الحمد لله. لكن على النقيض مثلا صديقي اللي هو جاي من بره احتاج 6 انترفيوهات، 6 مقابلات عمل وهكذا، وطريق كان اطول نسبيا. فانت وانت طالب وبتدرس في فنلندا، انت عندك مز... يعني عندك مصداقيه الى حد ما بالنسبه للشخص اللي هو بيعمل لك انترفيو، ان انت طالب في الجامعه اكس مثلا. الجامعه الفلانيه دي هو عارف ان هي جامعه كويسه وليفل الطلبه بتاعها بشكل معين، فبتبقى العمليه بتاعت التعيين ابسط شويه.
مهم. فده الطريق التاني اللي انا شايفه هو الطريق الاسهل. مهم. بس الطريق الاول ستيل هو طريق فاليد، هيكون فيه مجهود وهيحتاج معافرة طويلة وتقديم بشكل يعني زي ما بقول لك ماس ابلكيشن، او يعني تقديم في كل الوظائف اللي ممكن تشوفها. وبالكلام عن الوظائف، هو لينكد ان المكان اللي انا ممكن اللي انا بدور عليه في فنلندا، لان مفيش حاجات مخصصه يعني. فانت لينكد ان هتخش وتعمل فلتر، او يعني تعمل فلتر للوظيفه ان هي تبقى، او المكان بتاعها يكون في فنلندا، وتبدا تشوف والله ايه الشركات. وكل الشركات في الغالب بتنزل اعلاناتها على لينكد ان، ومن لينكد ان بيوديك للويب سايت بتاع الشركه، بتملى ابلكيشن وتملى السي في. وحاجه مهمه جدا في فنلندا برضو، لو انت بتملى ابلكيشن على وظيفه على طول، هو انك بتكتب حاجه اسمها كفر ليتر. مش خطاب عارف توصية. ترجمته ايه بس يعني هو مش توصيه على قد ما هو خطاب. انت عايز تيجي عندنا ليه؟ يعني انت زي موتيفيشن، او هو انت ايه انا هقول السبب؟ لك، عارف السؤال بتاع الانترفيو اللي بيبقى ليه انت الشخص المناسب للوظيفة دي؟ انت في الخطاب ده بالظبط. بتجاوب على السؤال ده علشان لو بالظبط. الشخص اللي بيعينك شايف قدامه كانديديتس كتير او متقدمين كتير، يبقى عنده صورة واضحة هو ده ليه الشخص اللي يستاهل ان انا اقرر اخد معاه الانترفيو او اعديه السكريننج. هل بالظبط. ده صح؟ تمام. بالظبط، لان هو السي في في الاول في الاخر هو عباره عن، يعني هو حاجه ما بتتكلمش عنك. يعني هي بتتكلم عن انجازاتك في الحياه وكل هذا، بس مش، يعني هي مش بتوري البيرسوناليتي بتاعتك او شخصيتك قوي. فانت الخطاب بتوري فيه شخصيتك، بتوري فيه انت ليه مهتم بالشركه. لان في ناس برضو، يعني على قد ما انا بقول الشخص هيحتاج يقدم في كل الجوبس او كل الوظائف، بس هو محتاج يكتب الخطاب ده لكل وظيفه لوحدها. مش هتبقى نفس الاسطمبة او حاجه، او نفس الفورم وبتستخدمها في كل حته. لا، هتحتاج ان انت كل وظيفه تبص عليها وتقرا عن الشركه دي بتعمل ايه، وايه مثلا لو هي شركه بتعمل برودكتس معينه، ايه البرودكتس. ولازم تخش في ديتيلز جوه الشركه، بحيث ان انت تفهم ايه اللي بيحصل في الشركه، وتبقى بتكتب عن بتكتب انت مهتم، لو ده شيء يعني يهمك، او انت حابب تبقى جزء من شركه بتعمل هذا المنتج، فتبقى بتوري ده في الكفر ليتر بتاعك. فدي حاجه يعني بالنسبه لي كانت من الاول مهمه جدا، ان انا ما كنتش بهتم بيها. كنت بعمل فورم واحده برميها لكل الشركات. بعد كده اكتشفت ان لا، لازم كل شركه تاخد، يعني يبقى في عنايه في اللي انت بتكتبه، لان الشخص بيقراه بيشوف والله اللي قدامي ده باين ان هو مهتم باللي هو بيكتبه، ولا لو في مثلا اي جرامر مشكلة في ميستيكس، الجرامر في او في بالظبط، الانجليش. اي حاجه في الانجليش بتاعك وانت كاتبها، بيبين ان في عدم اهتمام، او ان هو كاتب الكلام ده على عجل، او مش مهتم، وهكذا يعني. طيب بس خلّيني أرجّعك لحتّة قبل الكلام ده، لإن أنت سرعان ما اتكلّمت عن إزاي في التقديم ممكن تحضّر الcover letter، وكده، كده أنا هاسألك في الحتّة دي تاني. بس أنا عايزة أفهم منّك النهارده الشخص اللي إحنا لسّه بندّي مثال بيه، سواء مم. junior developer أو senior وعايز يسافر، عرف إزاي إنه جاهز أو اتأكد إزاي إنه جاهز بالشكل الtechnical إنه يسافر برّه مصر أو يشتغل برّه مصر في فنلندا تحديدًا؟ إمتى يقول أنا كده جاهز، أنا كده معايا كل حاجة أنا محتاجها، it's time إن أنا أقدّم؟ عندي اقتناع ان انت عمرك ما بتكون جاهز. يعني فكره ان انا هنتظر لحد ما اكون جاهز، انت لازم تفضل طول الوقت بتشتغل. يعني لو افترضنا ان هو شخص بيشتغل، فهو بيشتغل وبيتعلم طول الوقت في الشغل اللي هو بيعمله. لو هو شخص بيتعلم مع نفسه، فهو مثلا بيعمل بروجكت شخصية، بيحاول يشتغل فريلانسنج، فبيحاول يتعلم طول الوقت. بس مفيش نقطة هتقول عندها انا دلوقتي خلاص احسن من الناس اللي بره، او انا كده مؤهل ان أنا ابقى زي الناس اللي بره. انا مقتنع ان انت لازم تجرب، وزي ما بيقولوا يعني ترمي نفسك وتبدا تشوف انت هتوصل لفين مع الناس اللي بره. اكيد يعني اكيد انت لازم تبقى فاهم اللي انت بتعمله. ما ينفعش ان انت تروح تقدم على وظيفه سينيور ديفلوبر وانت ما تعرفش اصلا بروجرامنج من الاساس مثلا، وتقول هجرب. ساعتها هيحصل اول كودنج تشالنج، لو عرفت تعديه هيبقى في انترفيو، هيبان الواقع يعني. بس وانس او مجرد ما انت عندك خبره كافيه انك بتعرف، يعني تعرف تعمل البيزكس او الاساسيات اللي احنا اتفقنا عليها، يعني في اي شغلانه باك اند ديفلوبر، انا شايف انك تقدم على طول. والموضوع صعب، بس هيكون worth it في الاخر يعني. بس هيحتاج وقت ومجهود ومثابره كتير يعني عشان تقدر توصل إمم. لوظيفه.
انت تحديدا على مم. المستوى الشخصي كخيري اخترت فنلندا لسبب. مم. ليه تحديدا اخترت فنلندا دونا عن اي بلد تانية؟ وليه اصلا عملت الماستر في فنلندا تحديدا عن اي بلد تاني؟ تمام. هو انا لما قررت بعد ما اتخرجت بحبه واشتغلت وبدات احس ان انا محتاج ان انا اسافر او ان انا ابدا بره مصر. فالاوبشنز اللي قدامي كانوا بلدين، فنلندا او المانيا. ففنلندا كان في نفس دفعتي في اكتر من شخص بعد البكالوريوس على طول سافروا على ماجستير. هم. لان فنلندا كانت في الوقت ده لحد 2016 التعليم فيها كان مجانا، يعني اي حد كان ممكن يتعلم من غير فلوس. حاليا ما بقتش الكيس، بقى التعليم بفلوس للطلبه اللي هي غير الاوروبيه، اللي هي من بره الاتحاد الاوروبي. دي بتحتاج تدفع فلوس بس. فنلندا برضو ستيل كويسه لان هم مش يعني بيقدموا زي منحه بتشيل بيها التويشن فيز دي او بتشيل بيها المصاريف بتاعت الجامعه. والمنحه في الغالب بياخدها كل الطلبه، يعني اغلب الناس اللي بتقدم طالما اتقبل في بروجرام جوه الجامعه بنسبه كبيره هياخد المنحه 100%. واللي مثلا في ناس معينه لو لا قدر الله ما كانوش موفقين بياخدوا 50% او ما بياخدوش خالص. بس يعني نقدر اقول ان كل الاصدقاء اللي انا كانوا معايا هناك او اللي حواليا في السيركل بتاعتي كلنا خدنا المنحه بتاعت ال 100% ديت، والمصاريف اتشالت من علينا. هم. فرجوعا فنلندا كان عندي اصدقاء بيدرسوا هناك، فكان عندي الى حد ما ناس اعرف اسالهم واعرف منهم البروسيس عامله ازاي. الحاجة التانية إن فنلندا كان علشان آخد الإقامة بتاعتها محتاج 6000 يورو في حساب بنكي. بس الحساب البنكي ده مجرد ما أحط الفلوس أطلع اسمه إيه تطلع الفلوس مرة تانية وتطلع البنك ستيتمنت، خلاص كده انت مش محتاج بالظبط. تعمل حاجة. أطلع مش البنك زي ستيتمنت. ألمانيا الحساب مغلق والحاجات دي. بالظبط. فده كان بالنسبة لي حاجة مهمة لأن أنا معيش ال 6000 يورو، فأنا أكيد هبقى مستلفهم ومحتاج، أو ده اللي حصل، أنا استلفتهم ومحتاج إن أنا أرجعهم لأصحابهم. فأنت يا دوبك خدت بيهم البنك ستيتمنت، خدت الإقامة وبعد كده رجعتهم لاصحابهم. ثالثا بعد كده انا شخصيا حاليا مش ندمان ان انا اخترت فنلندا، لان لما قارنتها بكذا دوله حسيت ان هي كبلد، هي بلد جميله جدا، يعني هاديه ومتقدمه جدا وانا شايف ان هي مناسبه كبدايه ليك في اوروبا بصفه عامه، يعني مهم. كاي حد حابب ان هو يبدا. طب هي ايه بس الصعوبات عموما اللي ممكن تقابل حد قرر ان هو يسافر لفنلندا ويشتغل فيها؟ انا لسه بقول ان هي بلد جميله، فانت كده هتخليني ابدا ايه اقول الصعوبات. قول طيب هو انا الحقيقة. مش حابب اكون نيجاتيف قوي، مش لازم تبقى بس هي نيجاتيف، بس قول الحقيقة. طب انا ممكن اقول المميزات بتاعت فنلندا الاول عشان خاطر احبب الناس فيها، وبعد كده ادي العيوب اكتر. لان انا المميزات لو بدات استفيد فيها اكتر ففي حاجات كتيره فعلا تخلي فنلندا كبلد هي بلد مريحه جدا. ان هي ابسط شيء ورك لايف بالانس مش هتشوفه في اي مكان في الكوكب. انت عندك لو هحاول اترجمها يعني ان انت عندك ما بين الشغل والحياه الشخصيه تقدر توفق ما بينهم. والشغل عمره ما بيطلب منك انك تيجي على حياتك الشخصيه باي شكل من الاشكال. حلو ده. عمر ما مديري في الشركه طلب مني ان انا اشتغل زياده عن الساعات الا لو في كارثه وبيجي لي كده بيقول لي بعد اذنك انا اسف والله احنا مزنوقين، بس لو ممكن تتكرم تقعد ساعتين يوم الجمعه تخلص فيهم كذا. وانا اللي هو بقى طب معلش اصل انا والله اوريدي عندي بلانز او انا خلاص مشغول فمش هقدر. هيقول لك تمام مفيش مشكله هشوف حد تاني. لو قلت له تمام تمام. الدنيا يعني مريحه جدا، عندك 30 يوم اجازه في السنه. بتقدر ان انت في اي وقت يعني الشغل بصفه عامه فليكسيبل، في اي وقت محتاج تروح تخلص حاجه وترجع. مفيش جو يعني مفيش جو البوسنج ده او حد فوق منك عمال بيغلس عليك اعمل كذا اعمل كذا. لا الدنيا كلها سيلف دريفن، او انت شخصيا انت اللي بتمشي الشغل وبتبدا تشوف هتقدر تخلص ايه فكشغل هي بصراحه المكان يعني. انا كنت بقول لاصدقاء كتير ليه انا مش عارف اشتغل بره فنلندا تاني، لان الواحد مرتاح جدا في الشغل هناك وانفايرمنت عظيمه جدا. كبلد على الصعيد انت كل حاجه ديجيتالايزد كورق حكومه، ما فيش فيها بيروقراطيه بشكل كبير قوي.
يعني البيروقراطيه موجوده في كل مكان، بس مش بالضخامه دي. تقدر تخلص حاجات كتيره قوي على النت وانت قاعد في بيتك، مش محتاج يعني محتاج بس حساب بنكي اللي هو بتفتحه اول حاجه بتعملها بتيجي بعد ما تيجي فنلندا، وده عن طريقه بتقدر تدخل تاوثنتيكيت نفسك في اي حاجه وتخلص اي ورق انت عايزه. ف اسعد بلد في العالم كم على مدار الكام سنه اللي فاتوا. اخر حاجه عايز اقولها ان هي كنظافه داخليه، كشوارع، كسيستم مواصلات، كتعليم، كل ده 10 على 10 يعني بصراحه. نيجي بقى للتشالنجز اللي هتقابلك دلوقتي. خلاص اوفينا حقها عشان ما حدش يقول ان انا بتجنى على البلد يعني. بس على الجانب الاخر اكيد هي فيها تشالنجز كتير. فلو افترضنا ان انت جاي مثلا على شغل اوريدي، فانت جاي هتشتغل، فانت المشاكل الماديه ما عندكش فيها مشكله، هتقدر ان انت تغطي حياتك الماديه بصفه عامه. هي في الاول اكيد هتكون محتاج ان انت تتعايش يعني مبلغ من المال تقدر تعيش بيه في البدايه لحد ما تاخد اول مرتب، بس غير كده مش هيكون في مشكله. التحديات في الحياه انك البلد اقدر عايز برضو مش عايز ازعل الناس مني، بس اللي هو هي بلد كلها الناس خجولين بشكل زياده عن اللزوم. فهم الشعب شوي قوي، ما بيتكلمش مع حد، مقفول قوي على نفسه. فانت ما عندكش مجال ان انت تبدا تتكلم وتعمل علاقات. الموضوع الى حد ما مش هيبقى عندك صحاب. مش هيبقى عندك صحاب، هتبقى اه. وحيد. وهيجي عليك البلد، احنا فنلندا في الشمال قوي، فالصيف بيبقى جميل جدا وشمس جدا، بس الشتاء بتبقى تلج جدا وضلمه جدا. فانت ما عندكش صحاب في شتاء ضلمه ودنيا ساقعه، فده اكتئاب وريسبي فور ديزاستر يعني. فمش حاجه كويسه خالص ان انت تكون موجود وعايش وانت ما عندكش كوميونتي عايش ليها. فاغلب الناس بتتند ان هي او بتبدا تدور على اصدقاء، وفي الغالب كمان بيكونوا من نفس الجنسيه يعني. هتلاقي اغلب المصريين صحاب مع بعض، او العرب صحاب مع بعض، او هكذا. لان يعني مش من السهل انك تعمل صحاب فنلنديين. امم. فدي اكبر حاجه، ان هم شعب شوي وما مش سوشيال خالص. المشكله التانية اللي هتواجهك هي مشكله الشتاء. الشتاء هيكون قارس بشكل سيء. اوكي. يعني انا بكره الشتاء، بس في فترة الشتاء أنا بكون شخص متضايق طول الوقت ومكتئب، ولازم يعني الشتاء محتاج روتين كده، ومحتاج فيتامين دي تفضل تاخده طول الوقت، ومحتاج أول ما تلاقي نور ربنا بره لازم تطلع يعني تشمها، ولا إن هي البلد في الشتاء بتقلب سواد بص، حرفيا. هو انا هقول لك على حاجه. هو ده طبعا كلام ممكن يكون بالنسبه لحد، بالنسبه لناس كتير وانت واحد منهم، بيزعل. انا عن نفسي لو انا موجوده في فنلند، انا زي ما انت عارف رايي طول الوقت هاخد بعضي، استخدم الشنجن فيزا بتاعتي، اروح للبلد اللي جنبي، اتبسط شويه وارجع تاني لحد ما الظروف القاسيه دي تخلص. بس انا ما كانش قصدي بتشالنجز الجزء ده بس، انا قصدي بتشالنجز او التحديات اللي ممكن حد يقابلها، التحديات اللي ليها علاقة بالتقديم والشغل والقبول هل مثلا ممكن حد يميزك بسبب ان انت مش فنلندي وواحد تاني فنلندي وانتوا الاتنين مقدمين على الشغل؟ الحاجات دي كلها يعني، في حاجات كتير انا ضربت مثال، مش هنتكلم على المثال ده بس، امم بس قصدي الحاجات الكتير كلها هي ايه التحديات اللي ممكن الانسان هيعدي عليها في طريقه لانه يبقى بيشتغل في فنلندا. ما هو احنا لو اتكلمنا يعني لو انت في مصر وبتابلاي، فانت مش هتبقى شايف ايه اللي بيحصل في الباك جراوند. وفي الغالب زي ما كنت بقول من شويه، انك هتفضل تترفض كتير، او حتى ما حدش يبص على الابلكيشن بتاعتك، او يجي لك اوتو ريجكشن من غير اصلا ما تكون وصلت لمرحله عديت الانترفيو. السكرين تمام. بالظبط. فهي السكريننج هو اصعب حاجه في البدايه، لان هو بيبقى عنده ابلكيشنز كتير. فهو يعني اول تمييز هو اكيد هيفضل الفنلندي او المقيم في فنلندا عن اللي جاي من بره فنلندا، لان مم. ده شخص هيكون ورقه اوريدي جاهز، فمش محتاج منه حاجه، وهيقدر يشوفه حتى فيس تو فيس، ويقدر يكلمه. لو حتى ممكن انا واحد فنلندي واحنا الاثنين في نفس الليفل، 100% اكيد هيختار الفنلندي عشان هو عارف اللغه وعارف الكالتشر. بس في مجال التك بصفه عامه، انا شخصيا شفت اجانب اكتر ما شفت فنلنديين. يعني انا شغال في التيم اللي انا فيه، في واحد بس فنلندي وخمسه روسي صربي وانا مصري وشخص هندي، فكلنا من من بره ثقافات البلد. مختلفه يعني بالظبط. مم. ففرص ان هو يعنصر عليك عشان او يفلترك عشان انت عربي او مصري او مسلم او من بره فنلندا، عادي. مش هتحصل ان شاء الله يعني، او في المجال بتاعنا في التك بالذات مش قليلة محتاجها جدا. قوي.
قليله مم. جدا. وعلشان كمان ان اللغه مش مهمه قوي في الفاكتور، يعني اللغه مش فاكتور كبير في المجال ده برضه، لان في مجال التك كل حاجه ان انجلش. مفيش فنلندي غير يعني شركات قليله قوي اللي ممكن تحتاج ان انت تتكلم فيها فنلندي، بس غير كده كل حاجه بتمشي بالانجلش. هي اللغة الرسمية اسمها ايه؟ الفنلنديه. اللغه الفنلندية اللي الفنلنديه. هي فينش بالانجلش صح كده؟ فينيش بالظبط، يس. واللغة الرسمية دي حتى في الشركات اللي هي ما تعتبرش انترناشونال بيستخدموا بدالها الانجليش في الشغل، هل ده اللي انت في قصدك عليه؟ التك في بالظبط. التك. في التك هتلاقي اغلب الشركات بتستخدم انجليزي بس. بس طبعا في شركات بتستخدم فنلندي في اجزاء معينه، واي شركه وبقيه الشركات طبعا اي حاجه بتتعامل مثلا في الكونستراكشن، في المباني، في اي حاجه من دي بتتكلموا بيحتاجوا فيها فنلندي. بس فاللغه كعائق مش عائق كبير، بس ومش هتكون مشكله بالنسبه لحد بيقدم من بره. بس انا بحاول افكر ايه اللي ممكن العوائق تقابله من بره يعني. هو وانس انك اتقبلت وجالك كونتراكت، يعني مضيت على عقد، ساعتها انت بتقدر بقى تخش في البروسيس بتاعت انك تنقل لفنلندا، اللي هي انك تقدم على اقامه ودي كلها بقى سكه ما فيهاش اي نوع من انواع العنصريه خالص يعني. ده لو الاوبشن التاني ان هو جاله عقد. الاوبشن الاولاني اللي احنا بالظبط. اتكلمنا عنه في بداية الحلقة ان الشخص ده ما كانش عنده عقد خالص وما عندوش استعداد، عنده سوري استعداد ان هو يتعلم من خلال الماستر، وقرر ياخد الماجستير في فنلندا. فطب ايه العوائق علشان يعدي على الماجستير؟ ايه اللي محتاج يعدي الماجستير عليه؟ ده سؤال كويس. الماجستير كقصه ده، يعني ممكن نبدا بقى بدل ما نقول عوائق نقول ايه هي الريكويرمنت انت عشان تدرس ماجستير في فنلندا، او ايه المطلوب. كأي شخص حابب يدرس ماجستير في فنلندا محتاج طبعا يكون خد بكالوريوس في مصر. احنا كده كده البكالوريوس بتاعنا في مصر معترف بيه، مش هيكون فيه مشكله. بتحتاج تشوف الاول البروجرام اللي انت حابب تقدم فيه في ويب سايت اسمه studyinfo.fi. ده بتخش عليه وتبدا تشوف ايه البروجرامز المتاحه. بتشوف الريكويرمنتس في البروجرامز دي، في الغالب باتشلر ديجري. اول ريكويرمنت خالص انت يكون معاك بكالوريوس. الريكويرمنت الثانيه ان انت بيبدا يطلب بقى ورقيات، اللي هو شهاده التخرج بتاعت الجامعه، شهاده الترانسكريبتيف ريكوردز، كورس ديسكريبشن. بعد كده بتحتاج ريكومنديشن ليترز من دكاتره عندك في الجامعه مثلا، حد يكتب فيه كلام كويس يعني ان انت طالب ناجح وكده. واهم حاجه هي طبعا الموتيفيشن ليتر، او اللي هو خطاب الحافز، ان انت بتقول انا ليه حابب ان انا اشتغل سوري، انا ليه حابب ان انا اقدم في البروجرام دوت. بقى مجرد ما بتاخد كل الورق دوت، بتملاه في ابلكيشن اونلاين. في جامعات في وقت ما انا قدمت كانت بتطلب ان الكلام ده يتبعت بالبريد للجامعه فيزيكال كهارد كوبيز، وفي جامعات كانت ما عندهاش مشكله انك تبعت الكلام ده كله ديجيتال. تبعت الكلام ده كله ديجيتال، ربنا يكرم اتقبلت. وانس ان انت اتقبلت، اكبر تشالنج هتقابله هو انك توفر فلوس، علشان انت عشان تسافر تدرس، هو عشان يديك اقامه في البلد بيطلب منك ما يثبت انك هتقدر تصرف على نفسك خلال فتره الاقامه. علشان تصرف على نفسك خلال فتره الاقامه محتاج اثبات مادي انك معاك ما يعادل هو 600 يورو في الشهر. يعني كان حوالي 6000 7000 يورو. ال مم. 7000 يورو دول محتاجهم يكونوا في حساب بنكي، بتطلع بيهم زي ما كنت بقول بانك ستيتمنت، وتقدم على الإقامة. أول سنة بتاخد الإقامة سنة، لو معاك ضعف المبلغ بتاخد الإقامة سنتين. مم. بس وانس إن أنت وفرت المبلغ وممكن زي ما قلت استلفته وبعد كده رجعته لأصحابه، بتسافر فنلندا بالإقامة اللي معاك دي. ومطلوب منك بقى هناك إنك تقابل أكبر تشالنج، هو إن أنت تسرفايف يعني. عشان تسرفايف محتاج تشتغل وانت بتدرس. وده جزء تاني، يعني ان انت بتدور مثلا على شغل جنب الدراسه. لو انت كنت يعني شاطر جدا في مجالك، فانت ممكن تبدا تدور على شغل في مجالك جنب الدراسه، وفي ناس عملت كده وربنا كرمها واشتغلت في مجالها جنب الدراسه. في ناس ما عرفتش. انا مثلا في الاول ما قدرتش ان انا اشتغل في مجالي جنب الدراسه، فاشتغلت في شغلانات توزيع جرايد او تقطيع خضار، حاجات كلها يعني فيزيكال ديماندنج. تبدا ان انت يعني بتبقى حاجات 4 ساعات 5 ساعات في اليوم، بس بتجيب لك انكم يكفيك الشهر ان انت جنب الدراسه. هو انت لو بتشتغل حاجة مش تكنيكال، لو في فرصة م. ان انت تبقى بتشتغل ريموت تكنيكال في كومباني تانية سواء في جوه فنلندا او بره فنلندا، في اوروبا عموما، هل ده اوبشن؟ يعني انا اعرف ناس اوريدي هم في مصر بيشتغل ريموت، ما عندوش ده مشكلة اللي ان هو حصل معايا ياخد بالظبط. التجربة برضو.
ده اللي حصل معاك اصلا ما هو ازاي ده بقى؟ انا بعد ما اشتغلت شويه في توزيع الجرايد الدنيا سقعت جامد الصراحه، فكنت يعني مش قادر انسى اليوم دوت. كانت الجو ساقع جدا وكنت خلاص انا قررت انا هستقيل من الشغلانه دي ومش هكمل. وفي نفس الوقت مديري اللي انا كنت شغال معاه في الشركه في مصر، الشركه اللي انا كنت شغال فيها في مصر اصلا هي شركه في امريكا والناس كلها شغاله فيها اولموست ريموت. فكلمني وطلب مني ان انا اشتغل تاني معاهم اولموست في نفس اليوم اللي انا كنت ناوي استقيل فيه. يعني الحمد لله ربنا اوكي، كان الحمد سترها لله. معايا. فساعتها من ساعتها رحت مسويتش بقى، سبت شغل الفيزيكال واشتغلت تاني في الكوميونيكيشن ريموت من وانا في فنلندا. فضلت شغال سنه ونص ريموت، وبعد كده لحد ما عديت اول سنه يعني. وفي الصيف لقيت شغل سمر انترن، وده هو نفس السيناريو. الناس كلها بتبدا مثلا في الاول اللي هو ما عندوش لسه اكسبيرينس كبيره او خبره كبيره بيشتغل شغل فيزيكال. بعد كده او لو عندك حاجه ريموت ممكن تشتغلها من هناك مفيش اي مشكله. هم. بعد كده يجي عليك اول صيف بتحاول تشوف سمر انترن، يعني شغل مثلا في الصيف في شركه او حاجه. تقعد تقدم يعني برضو ماس ابلكيشن بنفس الاتيتيود، بتقدم في كل حاجه. بس الطريقه او البروسيس بتبقى اسهل كتير لانك طالب عايز سمر انترن انك تخش بوزيشن فول تايم، او يعني كفول تايم بوزيشن اصعب من انك تخش بوزيشن وانت كانترن. هم. والعاده اصلا او العرف حتى في كل الشركات، حتى عندنا في الشركه دلوقتي، هو بيفضل دايما انه ياخد انترن مثلا لسه بيدرس لانه رخيص، سوري يعني، بس سعره رخيص رخيص. سعرا يعني في ايوه، كسالري وايز. كسعر هو رخيص جدا. وفي نفس الوقت هو كأنه بيبدأ يشوفه وبيجربه فترة، ويبدأ يشوف والله هو أصلا يعني he's a good fit for my company. هو عارف يشتغل مع الناس اللي حواليه، عارف يتأقلم، عارف يتعامل مع كل التيمز اللي معاه ولا لأ. وساعتها بعد ما بيخلص الانترنشيب بتاعته دي بيوفر، بيديله فول تايم اوفر. وده برضو اللي حصل معايا، ان انا اشتغلت جالي سمر انترن في اليزا، دي شركة اتصالات. بعد ما خلصت اتعرض عليا ان انا اكمل معاهم فول تايم، بس انا كنت حابب ان انا اكمل الماجستير بتاعي واقفله قبل ما ابدا اشتغل، عشان لو مشيت في سكه ان انا اشتغلت وشفت قصص كتيره الناس ما كانتش بتقفل الماجستير لحد الاخر، وانا كان مهم بالنسبه لي ان انا اخلصه واقفل الشابتر ده يعني من حياتي. بص، هو انت حكيت حاجات كتير قوي عن الماستر، وعن لو هو مش ماستر وهيقدم كتير جدا وفي فرص انه يتقبل ويترفض، وان هو محتاج يحضر فلوس لو هو رايح على ماستر. كل العمليات دي هي صعوبات او تشالنجز الشخص ده مهم. بيمر بيها. فانا عايز اعرف منك، هل في عائد مادي آه، مساوي لكمية المجهود والتعب اللي اتحطه، سواء ان هو يحوش فلوس او يستلف فلوس او يشتغل على نفسه مهم. سنتين في ماستر؟ ممكن يكون احنا في مصر خلاص خلصنا الجامعة، بالنسبة لنا ما مش محتاجين الماستر في حاجة، بنبقى شغالين عادي. مهم. هو هيبدأ بقى يتعلم تاني ويدخل كونسبت التعليم من الأول. الموضوع يستاهل ماديا؟ وإيه ممكن يكون الكومبنسيشن أو العائد المادي في وظيفة الباك اند ديفلوبر؟ مبدئيا هو هل الموضوع يستاهل؟ هو اكيد يستاهل، او برضو يعني على حسب كل شخص وهو ناوي ياخد ايه ويضحي بايه. هي ك لو بنتكلم في ارقام، يعني اون افريج لو هتبدا من بعد الماجستير تشتغل كديفلوبر، بنتكلم مثلا في 50,000 في السنه، يعني حوالي 4,000 يورو في الشهر. حاجه ممكن اكتر شويه، ممكن اقل شويه على حسب الشركات يعني. فده كده كبدايه كارقام. ده رقم بعد الضرايب مثلا بيصفصف على 2,900 في الشهر، او ثلاثة ممكن حاجة كده. هل ده رقم worth it ولا لا؟ هتعرف تعيش بيه؟ اكيد هتعرف تعيش بيه. هتعرف تحوش؟ مش هتعرف تحوش ارقام كبيرة قوي. لو أسرة في الغالب مش هيكون كفاية، أسرة إيه؟ هتحتاج هو لسه جونيور. هو دلوقتي لسه جونيور موجود في فنلندا. تمام تمام تمام. احنا بنتكلم على الجونيور، تمام سوري. بس اقصد يعني ان هو كرقم، هو على حسب اللايف ستايل انت هتعيش حياتك ازاي. يعني لو هتعيش بتاكل بره كتير، هي فنلندا كبلد الطبيعه بتاعتها ان هي ده بلد غاليه والضرايب بتاعتها عاليه وكل حاجه فيها غاليه. لان هي عايشه على الضرايب. انت اي برودكت بتشتريه بتدفع جواه ضرايب غير الضرايب اللي اصلا اخدينها من مرتبك، فانت بتلاقي اغلب فلوسك كلها رايحه ضرايب. ف فهل الرقم ده قليل او طيب. كتير؟ هو مش الرقم ده بس هو اللي بيتحط في الحسبه، هو بيتحط معاه في رايي الشخصي ان انت عايش في سيستم واضح، عايش في مكان الى حد ما محترمك، ما فيش حد هناك هيعنصر عليك يعني.
في عنصريه اكيد، مش هقدر امنعها اقول ان هي موجوده، بس انا حالي يعني انا ما مريتش بمواقف عنصريه كتيره اللي اقدر اقول ان فنلندا بلد عنصري. هم وزي ما قلت هم هم ناس شاي شوي، قوي فغالبا مش فهو هيبقى فيه في الغالب تصرف. مش هيجي يقول لك ان هو بيكرهك يعني او كده، بس عادي ممكن في نظرات في الشارع، بس هم برضو من الثقافه ان الناس ما بتبصش لبعض، فانت مش هتعرف ان في حد بيبص لك قوي كده يعني. غير في الاول بنقعد بتبص للناس وبتاع، لكن تلاقي الناس بتبص لك بقرف، بس لا عادي هو مش بيكرهك، هو ده طبيعي يعني، هو دي طبيعتهم هو متضايق كبشر من يعني. حياته عادي كمان، ملوش بالظبط اي اه. ثلاثة علاقة هم بيه. هم هم كبلد، فانت ده جزء من الباكج. الحاجه التانيه مثلا هي بلد لو قعدت فيها 5 سنين ممكن تقدم بعد كده على الجنسية وتبقى مواطن في البلد وخلاص بقى معاك باسبور أوروبي. أنت أصلا جوه فنلندا عندك القدرة إنك تسافر في أي بلد أوروبية من بلاد الشنجن، تقعد up to 90 days 90 يوم، فكل دي مميزات. هو هنا الحتة بتاعة الكومبنسيشن دي ما انتهتش. يعني انت هنا كنت بتتكلم على الشخص الجونيور اللي لسه واصل فنلندا، سواء كان اول شغل ليه بعد الماستر او اول شغل ليه في حياته جوه فنلندا وهو جونيور. طيب، مم. جدلا في شخص سافر لانه هو شاطر انف انه شطارته دي تسمح له انه يبقى بيشتغل في فنلندا من غير ما يعدي على خطوة الماستر، او خد ماستر في بلد تانية سواء في مصر او براها، وقرر ان هو يشتغل في فنلندا سينيور. ايه ممكن يكون افريج السالاريز بتاعته بداية من كام وممكن توصل لحد كام؟ والله هو السينيور سالري يعني بنتكلم مثلا من أول 5.5 لحد 6.5 مثلا يعني، أو الليميت ده برضه أنا حاجة أنا ما أقدرش أقولها يعني. هي ممكن من أول 5.5 نقول هو ده بداية السينيور في الشهر 5500 اب تو انت وشطارتك بقى في النيجوشيشن، لان هي برضو فنلندا كام برير؟ انا عارفة انه كده كده بيبقى فيه شيرز غير غير بنتكلم في اراوند يعني اه بنتكلم اكتر من حوالي 70 مثلا الف في السنه. 70,000 في 70 الف السنة. يورو ده بس ده كله البداية. جروس. جروس ده قبل الضرايب، بعد الضرايب الرقم ده بينزل بحاجه و30%. اوكي. هو طبعا لو التلت حد بيسمع الارقام دي وبيعملها equivalent يحسبها بالمصري للمصري هيشوفها ارقام كبيرة جدا جدا جدا. ما تتحسبش كده. انا عارفة. حسيت ان انا في ثانيه مش كنت مشكلة. هقلب. تمام. مش مشكلة. هي الارقام دي ما بتتحسبش بالمصري فعلا، لان انت بتحسب افريج الرنت هناك عامل ازاي، الميل لو انت هتاكل مثلا في مكان هتدفع قد ايه، تذكره المواصلات عامله ازاي وهكذا. فالارقام دي كلها ارقام طب يعني بما اننا ريليتد تطرقنا بالبلد. للحتة دي انا هسألك السؤال بالطريقة دي. لو انا مرتبي مثلا 6000 يورو دلوقتي، افريج اللي انا هصرفه في البلد في الشهر هيوصل ان انا اخلص ال 6000 يورو؟ انا هنا مش بتكلم على الفانسي لايف، انا بتكلم حلو. على حياتي اليوميه الطبيعيه بالاكسبنسز اللي بتسمح لي بيها او اللي البلد بتخليني ادفع بيها في مصاريفي هو اليوميه. لو مرتبك 6000 يورو فانت هيوصلك منه 3900 مثلا في ايدك، فده النت سالري اللي هيخشك. فهو اكشلي مرتبك لو 6 فهو 6 على الورق، بس في الواقع 4000 مثلا، ده اللي هو ذا ماكسيمم يو كان جيت. ممكن اقل كمان، انا مش عارف الحسبه في كالكوليتر عندهم لحسبه الضرايب يعني. امم فساعتها بنتكلم بقى هل ال 4000 يورو دول يكفوكي او لا؟ اكيد 4000 لفرد ده مور ذان انف، اكتر بكتير من الشخص محتاج. هحوش لان فلوس كتير، هيبقى عندي يعني هتقدري اتليست تحوشي نصهم. لا لا خلاص فهمت دلوقتي وضع يعني لو فكرنا فيها من منطلق ان عايش في مكان اوكي يعني مكان يكفي فرد، مش في قلب السيتي سنتر، وباكل وبشرب كويس وبتاع والدنيا تمام، هتصرفي اراوند ال 2000 في الشهر. بس ده 6000 كلام. ستيل ده رقم كبير، او ال 4000 ستيل رقم كبير، مش هياخدوا غير السينيور او ما اعلاه. فلكن الافريج العادي هو جروس سالري يبقى 4000، يعني النت هيبقى 2900 3000 بالكتير. طيب خلينا نشوف بقى الشخص اللي النهارده ممكن يبقى ده بالنسبه له compensation مناسب. هو عايز يبقى بياخد ال 4000 يورو او ال 3000 يورو او وات ايفر اماونت في الشهر. جه يعمل ايه النهارده ويستعد ازاي من ناحيه السي في وتحضيرات الورق وتحضيرات كل حاجه علشان بس يعدي السكريننج لو هو مقرر انه يقدم ما قبل انه يجرب تجربه الماستر. يعني خلينا نحط نفسنا مكانه. انا النهارده قاعده في مصر، عايزه اقدم في فنلندا. قبل ما اروح ابلاي على ماستر علشان خيري يفهمني انه ده ممكن تكون الطريقه الاسهل، هجرب الطريقه الاصعب شويه وهشوف ايه ممكن تكون الخطوات اللي تخليني
اعدي السكريننج الاول، احاول اعمل انترفيو علشان اشوف هل الموضوع يستاهل اروح اخد خطوة الماستر، ولا انا ممكن اوصل من الطريقة اللي انا فيها. ايه ممكن تكون الحاجات اللي مهم ابقى عارفاها او احضرها علشان ابقى موجودة في اه انترفيو اصلا. تمام. انا ما عنديش يعني ستيب باي ستيب جايد، بس ممكن نفكر ان اول حاجه اكيد ان يكون في سي في مكتوب كويس، والسي في واضح وقوي، ويكون برضو آه، في الكي ووردز اللي هم بيدوروا عليها. يعني في دايما لو مثلا اتش ار هو اللي بيسكرين الابلكيشنز، هو في الغالب عينه دايما بتجي على كي ووردز، الشخص ده عنده الكي ووردز دي ولا لا. او ساعات بيبقى اصلا في اوتوميتد سكريننج، بيبقى مجرد سوفت وير هو اللي بيجو ثرو يشوف الكي ووردز اللي هو بيدور عليها دي موجوده ولا لا. فانت مم. انك تستخدم الكي ووردز دي مهمه جدا في الشغلانه اللي انت مقدم عليها. والله الشغلانه دي يعني بتدور على بايثون از ان اكزامبل، بس في كي ووردز كتير انت ممكن تكون في المجال انت محتاج ان انت تكون كاتبها في السي في بتاعك. مم. الحاجه التانيه هو انك تكتب الكفر ليتر ده كويس، وتكون واضح يعني عن اهتمامك بالشركه، ويبين قد ايه ان انت مهتم بانك تشتغل في المكان ده، في المجال دوت في الشركة نفسها. بالظبط. فدول و الحاجتين اللي انا هعملهم. لا، بس هو لو هو ديفلوبر هيبقى محتاج يحضر بورتفوليو او جيت هاب اكاونت. و السي في لازم يلينك الجيت هاب اكونت طبعا، بيكون فيه مم. كل البروجكتس اللي انت اشتغلت عليها. والسي في ممكن برضو يريفير للبروجكتس اللي انت اشتغلت عليها. ولازم تكون بتشو السكيل بتاعتك في كذا حاجه. يعني مثلا في ناس بتعمل اي كوميرس ويب سايت عشان يبدا يشو ان هو بيعرف يعمل دوت. آه، اي حاجه بقى انت حابب تعملها. لو في ناس بتعمل جيمز، في ناس بتعمل اي حاجه، ان هو يبقى بيشو ان انا فاهم. وبمناسبه حلو. الجيت هاب، انت ممكن تبدا كمان لو انت حابب يعني امبروف اكتر، ان انت تشوف اوبن سورس بروجكتس تبدا تشتغل معاهم فيها. اوبن سورس يعني بروجكت ايه اوبن تبقى سورس؟ اوبن سورس بروجكتس على جيت هاب. في ناس كتيره بتبقى عامله بروجكتس هي مفتوحه للمشاركه من اي حد. فانت بتخش والله لو في فيتشر جديده انت حابب تمبلمنتها معاهم، بتخش تشارك وتعمل بول ريكوست. وانا يعني مش عايز اخش تكنيكال، بس بتبدا تشارك في البروجكت ده. ممكن تكتب حاجه زي دي كمان في السي في، بتديك الى حد ما كريديبيليتي عاليه في اي مكان بتقدم فيه، ان انت بتشتغل مع ناس. لان هو يعتبر الناس دي انت ما تعرفهاش، بتشتغل معاهم ريموت، يعتبر ريموتلي بتعمل حاجه، والناس دي بتراجع الكود بتاعك. يا الكود بيتعمل له ابروفل ويتعمل له ميرج في الكود الاساسي، يا اما لا بيغير بتعدلوا عليه. فبتبقى وسيله كويسه برضو ان انت تتعلم وتبدا تشوف والله ازاي التيمز ممكن تكون بتشتغل يعني. بس ده حاجه مم. تيم، هيبقى تيم كبير حوالين العالم. فجيت هاب فاهمك. حاجه مهمه جدا لاي ديفلوبر، يعني ان انت تبدا تشو اوف يور سكيلز ده. في حد سأل سؤال بيسأل إذا كان في requirements محددة للفيزا، أو ورق مهم أو أساسي علشان يقدر يسافر. ما هو على حسب. هي مش بتبقى فيزا، هي بتبقى اقامه. مم. يعني لما بتيجي تقدم بتاخد إقامة على حسب أنت رايح لإيه. أنت لو رايح لطالب، عشان آخد فيزا أو إقامة الطالب، أنا محتاج قبول في جامعة، وإن يكون معاك القبول ده رسميا من الجامعة، ومعاك بنك ستيتمنت فيها الفلوس بتاعت اللي هي المطلوبة، زائد هيلث انشورنس وحاجات كده صغيره يعني. بس هي اصعب حاجه لو عشان تاخد اقامه الطالب هي قبول الجامعه. طب لو عشان تاخد اقامه اللي هي العمل، دي بتحتاج يكون معاك كونتراكت من معاك اوفر شركه. من البلد نفسها، من اه الشركة اوفر، اللي انت وحتى رايح عليها. الاوفر لازم يبقى كونتراكت ممضي، وبيبقى ممضي اونلاين عادي ديجيتال يعني. بيبقى مم. كونتراكت ممضي، وبرده بيبقى فيه في شويه بروسيس كده بتحصل من ناحيه الشركه ناحيه الهجره يعني. بس هو مم. الكونتراكت ده اهم ايتم بتحتاجها عشان تقدم بيها. وطبعا بقى الباسبور والصور وكل هذه الحاجات دي كلها ريكويرمنتس يعني، هتشوفها لما تيجي تقدم ساعتها على الاقامه. بس هي الاساسيات دي لازم تكون موجوده يعني قبل ما نتكلم اصلا في سكه الاقامه يعني. طيب انت بترشح موضوع المنح ده اكتر من اي حاجة. هل في منح معينة انت عارفها ممكن تقول للناس تبدأ من عندها؟ هي مش منح يعني اتليست في اللي انا يعني الطريق اللي انا مشيت فيه في فنلندا، هو مش مفيش منح بتغطيك كشخص. ممكن يكون في حاجات انا مش عارفها
ما دورتش عليها بصراحه. بس انت بتدور على الجامعه، يعني زي ما قلت في موقع اسمه studyinfo.fi، بتخش عليه وتبدا تدور على البروجرامز اللي انت عايز تدرسها. هو جوه في سيرش بتبدا تكتب والله انا عايز ادرس مثلا كمبيوتر ساينس، هيبدا يطلع لك كل البروجرامز بتاعت الكمبيوتر ساينس او اللي فيها كمبيوتر ساينس. تبدا تخش الديسكربشن بتاع كل كل بروجرام وتشوف الريكويرمنتس، هل ده حاجه بتفت ولا لا. وانت بتملى الابلكيشن بيبقى فيه آه، هل تريد ان تقدم على المنحه بتاعت المصاريف في نفس الابلكيشن. هو بيبقى تشيك بوينت كده صغير بتعملها، ساعتها انت بتبقى بتقدم على الماجستير وعلى المنحه اللي هتشيل لك مصاريف الماجستير. بس مم. ستيل انت لازم تكون معاك مصاريفك الشخصيه او توفر مصاريفك الشخصيه بطريقه ما او باخرى يعني. الجزء ده ممكن يكون بقى فيه اورجانيزيشن بتقدم عليها تاخد منها منح، بس انا ما عنديش المعلومه بصراحه يعني. طيب هو احنا كده خلصنا اغلب الحاجات، وعايزه اعرف منك لو في نصيحه او حاجه عايز تقولها لحد النهارده هو بيحضر نفسه لانه يسافر اوروبا عموما، فنلندا تحديدا، ممكن تكون ايه ويشتغل على ايه لنفسه؟ نصيحة هي إنك تسعى يعني. ما فيش حاجة أكتر من إنك تحاول دايما يعني. حاول واسعى وجرب وفي الآخر يعني أي حد وصل فهو ما وصلش ما كانش خارق أو ما عملش حاجة بره يعني بره الطبيعة أو بره الكون، أو مش حد جاي مثلا من كوكب آخر. لا، كل الناس اللي أعرفها بيبقى فيهم أنا ناس عادية جدا وبدأت عادي جدا، وحاولنا وسعينا والحمد لله كان في توفيق من ربنا. فهي السعي والتوفيق وهيجي إن شاء الله وهتقدر توصل يعني للي أنت عايز توصل له، سواء إنك تسافر تدرس أو إنك تسافر تشتغل. لكن يعني لا تفقد الأمل يعني. هو ده أهم حاجة في العملية دي كلها في رأيي الشخصي. شكرا ليك يا احمد، وبجد مبسوطه بالحلقه دي، وان شاء الله ان شاء الله يبقى في فرصه بعد رمضان نعمل حلقات اكتر ليها علاقه بالباك اند، نتكلم عن التكنيكاليتيز وازاي ممكن الناس تشتغل على نفسها في الحته دي سواء في مصر او بره مصر. يعني لما حد بيطلب مننا اللينك بتاع لينكد ان هنديله اللينك بتاعك ان كيس هو عنده سؤال يسالك، ولو في اسئله اتسالت لنا بعد اللايف على اللايف ده هنبعتها لك علشان تقدر تجاوبها على الناس. فكر الناس مرة تانية علشان الحلقات اللي جاية ممكن تعملوا لنا سبسكرايب و يعني تفعل الجرس علشان تتأكد ان انت بيجيلك الفيديوهات واللايفز الجديدة والحلقات الجديدة اللي احنا بنتكلم فيها عن مجالات مختلفة. وقولوا لنا ايه المجالات اللي تحبوا نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. شكرا ليكم.